السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي يا حلوين يلي في بيوتكم منورين. صلوا على النبي يا جماعة قبل ما نبدأ الحلقة بتاعت اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد حبيبي يا رسول الله. هتكلمنا النهاردة عن ايه يا ماما امان؟ هكلمكم لسه بردك في اجواء رمضان زي ما انتوا عارفين. هنخرج بقى ايه على اواخر كده ايام رمضان ونشوف ايه اللي بيحصل معانا من تجارب وخبرات ماما امان. وهي ايه يا حبايب قلبي؟ طبعا يا حبايب قلبي، واحنا بقى جايين كده على العيد عايزاكي تفتكري انت بمشيئة الرحمن ربنا قدر لك الخير، وعملت حلويات الكحك والبسكويت والحاجات اللي احنا متعارف عليها، بنعملها في دخلة العيد. فرحتنا بقى بالعيد بعد ايه صيام شهر كريم. ان كنت بتعملي حلويات، ان كنت بتشتري، ان كنت ايا كان اللي انت بيبقى موجود عندك. عايزة اقولك ايه يا حبيبة قلبي؟ ما تنسيش اصحابك، ما تنسيش جيرانك، ما تنسيش الاسر اللي هي بتبقى ايه عندها ظرف، ظروفها مثلا المادية ما تقدرش تعمل أو تجيب لأولادها الشوكولاتات والحلويات والبسكوتات اللي احنا كلنا بنجيبها في بيوتنا. في بعض الناس مش شرط بقى غني فقير، أنا ببصش لك الموضوع ده. ببص لإيه بقى؟ في بعض الأسر بتبقى ظروفها ما تسمحش، لا قدر الله مثلا عندها ظروف مثلا وفاة، ما بترضاش تشتري الحاجات دي، تقول لك لا مش هينفع ان انا اشتري والكلام ده كله. فبالتالي احنا نهادي بقى الناس يعني اللي معاهم اطفال ومعاهم ولاد صغيرين بالحاجات الجميلة دي اللي تدخل الفرحة البيوت. في نفس الوقت تعالوا برضك اما نشوف اللي هي ايه الطائفة، المجموعة اللي هي كبار السن، بتيجي مثلا تروح عند حماتك، بتيجي تروح عند مامتك، تاخدي هتقولي يا ماما امان لا ده انا مشتريه على القد، لا اشتري مخصوص ولو علبة صغيرة كده، ادخلي على صاحبتك، ادخلي على مامتك، ادخلي على حماتك بحاجة جميلة. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ تهادم تحبم. صدقت يا رسول الله. الحاجة دي بتدخلي الفرح. عارفة لو حتى لو ست كبيرة، لو ست كبيرة مثلا أكبر مني أو قدي أو بتيجي مثلا بتروح عندها مثلا جوزت عيالها وكل واحد في يمة و قاعدة لوحدها، لو أنت عاملة مثلا كحك وبسكوت وشوكولاتات ومش عارف اعملي لها طبق كده. دي العادات على فكرة المصرية اللي كانت جميلة، اللي احنا ايام امهاتنا الله يرحمهم كنا بنعملها مع بعض. كان الجار بيبقى عامل نفس الحاجه اللي عندي، تيجي الجاره يعني كانت الجاره تقول للجاره ايه، تديها كده طبق، تقول لها ايه ما انا عامله، تقول لها لا دوقي حاجاتي، ويتبادلوا. مش شرط يتبادلوا، لو هي مش عامله اعملي انت عملتي وتقدري ابعتي لها، فرحيها بالحاجة دي، بتحط السرور جوه قلوب الناس. في حاجة برضك سلبية أنا هقولها لكم بقى، اللي هي إيه حبايب قلبي؟ كسر الخواطر. كسر الخواطر اللي هي إيه؟ تيجي مثلا تدي الواحدة طبق تقول لك لا والله ما بناكله، والله انا هرميه، بدل ما اديه لاي حد. الحاجه اللي انت بتبقى انت موديها الحاجه بفرحه، بتبقى انت موديها الحاجه دي بحب. هل مثلا انت اقل منها؟ لا، هي ممكن تديلك حاجه وتاخدي منها، ممكن تاخدي منها الحاجه دي وما ترضيش تكسفيها، اللي هي ايه؟ جبر الخواطر. جبر الخواطر، تمام. وتاخديها عشان ما تكسفهاش او ما تحرجهاش، تاخديها منها. وممكن وانت ماشيه في الطريق كده تلاقي حد محتاج تديها له، تمام. لكن للاسف بنبص نلاقي بعض الناس تقول لك ايه، لا معلش، وتبقي رايحه لها مثلا بالحاجه بتهديها منها بيها، تكسر بخاطرك. بتبقى يا جماعه الحاجه دي بتزعل. وساعات في ناس مثلا انت مستواكي في ريتج مثلا معين كده، تمام، في واحده مثلا زيك، في واحده اعلى منك، في واحده اقل منك مثلا. اللي بتيجي بقى الاقل منك مستوى ماديا دي، لو مثلا جابت لك اي حاجه هديه،
ما تقوليش ايه لا وانا هاخد اكل عيالها، إيه لا ما هي اولى بالهديه اللي هي جابتها لي دي، لا 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 لا، وتفضلي تفكري في كده. هي خرجت من حسابات وهي جايبه لك الهديه دي، ان كان طبق كحك، ان كان طبق بسكوت، ان كان شوكولاتات، ان كان اي حاجه بتبقى جايباها وهي فرحان. فما نكسرش بخاطر بعض. زي ما هي كانت بتاخد منك انت برضك اقبلي منها، ما بقولكيش كليها وما تجرحهاش وما تقوليلهاش لا لو ما خدتهاش انا هشحتها، خديها انت اولى بعيالك. للاسف هي لما جابت لك الحاجه دي هي جايباها بفرحه، هي خرجت من حساباتها، عامله مثلا كيلو 2 كيلو بسكويت 2 كيلو لا ده انا هدي مثلا إيه لسهام صاحبتي طبق، وهدي مثلا لام محمد الست الكبيره طبق. خلاص هي عارفه بيتها ماشي ازاي، هي مش معقول هتفضلك على عيالها وعلى بيتها. فللاسف يا جماعه الخير يا حبايب قلبي، بلاش الحاجات اللي احنا بنعملها من غير قصد. انتوا بتبقوا بتعملوها بحب، انتوا بتبقوا بتعملوها ايه لا لا لا، يعني حرام عليا قوي ان انا اخد منها وهي محتاجه، لا دي بتجرح. واحنا اتعلمنا كده، يعني انا نفسي اتعلمت من ست كبيره في السن رحمه الله عليها الله يرحمها الحاجه زينب، ايام بقى ما كنت مسافره في سلطنه بروناي في شرق اسيا. فطبعا العادات والتقاليد غيرنا، كانوا الناس بقى حواليا البيوت حوالين بعضها الماليزيين بيجيبوا لي اكل انا ما اعرفوش، اجي اشمه كده جمبري ومش عارف ايه، حاجات مش اكلاتنا، فكنت مرضاش اخدها. فجت الست دي الله يبارك لها، انا بقول لكم من خبراتي في الحياه، جت الست دي قالت لي يا امان، كنت صغيره بقى لسه ومش فاهمه، يعني عندي 30 سنه تقريبا، كانش معايا الا بنوته تقريبا. فقالت لي يا امان اللي انت بتعمليه ده غلط. اقول لها يا حاجه زينب بيجيبوا لي الحاجه وانا ما باكلهاش، انا بستخسر ان انا ارميها في الزباله او قالت لي لا، جبر الخواطر، انت كده بتحرجيهم، انت صورتك هيقولوا عليك ايه. الست المصريه دي كل ما نودي لها حاجه يعني هي حاجتنا مثلا مش حلوه قرفانه منها. اتعلمت بقى لما حد مثلا من جيراني يجي يهدوني حاجه، رز ما اعرفش بالسكر انا ما اعرفش اكله اصلا، بس كنت باخده حياء مني عشان ما اكسرش بخاطرهم، حياء مني عشان ما ازعلهمش مني، واخد الحاجه دي. وعملت بكلام الست زي ما انا بعلمكم دلوقتي، كنت اخد الحاجه واحطها كده زي ما هي، واحنا رايحين نصلي التراويح، واحنا رايحين اي مشوار اديها لزوجي، اقول له ايه والله اديها لاي حد من اللي هم ايه عارفين قيمه الاكل ده. والاكل ده انتوا عارفين بما ان حكم جوزي كان شيف، كان يقول لي يا بنتي الاكل ده غالي جدا، الاكل اللي هم جايبينه ده غالي جدا، بس انا ما بعرفوش، ما اعرفش اكله، مش اكلي، مش اكل بلدي. فيا جماعه جبر الخواطر على الله زي ما بيقولوا، في الكلام في الفعل في كل حاجه، مش عايزين نكسر بخاطر بعض. وعايزاكم تدخلوا على اهاليكم وحبايبكم وقرايبكم وجيرانكم، ونتحسس بالهدايا وبالحاجات الجميله، الحاجات اللي احنا بنعملها لاولادنا في الاعياد، تطعموا منها وتفرحوا من. انا عايزه اطعام في العيد، مش اطعام في رمضان بس، لا اطعام في العيد كمان، تفرحهم الناس الكبار اللي في السن اللي ما بيقدروش يعملهم، وممكن ما يقدروش ينزلوا بيبقى معاهم فلوس بس ما يقدروش يشتروا الحاجات دي. وان شاء الله نستفاد من الفيديو ان شاء الله. واتمنى لكم ان شاء الله الصحه والسعاده وعام سعيد علينا جميعا وعلى امه الاسلام، اللهم امين. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتعليقاتكم الجميله، وشيروا الفيديو ده عشان كل يستفاد منه. وفي رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.